في حاجة اسمها البريزنس أو هيبة الحضور. لما شخص يدخل المكان وهو واثق في نفسه، واقف بشكل مفتوح، خطواته ثابتة، بيبص في عينين الناس، كل العيون بتروح له من غير حتى ما ينادي على حد. وده مش سحر، ده لغة الجسد العليا. الناس بتربط بين حجمك الجسدي الظاهر وبين سلطتك. لما تقف وظهرك مفرود، كأنك بتقول أنا موسع لنفسي في المكان، لأن اللاوعي اللي قدامك هيفهم إن الشخص ده قائد. أما لما تبقى متني، مكتف إيدك، باصص في الأرض، صوتك واطي، اللاوعي بتاع اللي قدامك هيفهم إن الشخص ده تابع أو قلقان. في قاعدة بسيطة بتقول إن الجسم الواثق بياخد أكبر مساحة ممكنة، والجسم الخايف بيقلص من نفسه لأصغر مساحة ممكنة. وفي دراسة مشهورة في جامعة هارفارد، في الدراسة دي طلبوا من الناس يقفوا في وضعيات جسدية واثقة زي وضعية السوبرمان لمدة دقيقتين، وبالتحليل وجدوا ان مستوى هرمون التستوستيرون زاد وهرمون الكورتيزول قل. الجسم بدأ يحس بالسلطة حتى من غير اي كلام. فما تستهونش بطريقة وقفتك.